صباح الفل عليكم. معانا النهارده مخلل الليمون حاجه جميله جدا، كل الناس بتحبها، نكهته مميزه وبنستخدمه جنب الاكل كتير جدا. طبعا جاي علينا رمضان وده الموسم بتاعه، فنلحق نخزنه بطريقه سهله جدا وجميله وبيعيش معاكي فتره طويله جدا. نعمل شيري مع الوش، نكهته ولا اروع ولا اجمل من كده. وكمان اللي بيحب مع القرنبيط هنحط معاه النهارده قرنبيط، والاتنين طعمهم احلى من بعض، ولا احلى ولا اروع من كده. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هند. قبل ما نبتدي كده هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنجيب عندنا كيلو ليمون، 2 كيلو، 3 كيلو، زي ما انتي يا حبيبتي عايزة، الكمية المناسبة ليكي واللي انت عايزة تعمليها في بيتك. 2 كيلو ليمون اصفر ونقيته واحدة واحدة جميل جدا بالشكل ده. هغسله غسلة خفيفة، وبالسكينة هعمل فيه قطع كده سواء بالطول او بالعرض، مش هتفرق كتير، بس خلي الليمونة برضو ماسكة نفسها بالشكل ده. بعد ما قطعناه كله بالشكل ده، في حلة بقى كبيرة على النار هجيب مية. المية يا جماعة تغلي غلوة واحدة بس، يعني نحط فيها الليمون واغليها غلوة واحدة بس، مش اكتر من كده. الليمون بتبقى طعمها اجمل، بتفضل محتفظة بحجمها وبقيمتها الغذائية، وما بتبصش معانا، يعني بتفضل بتستوي وفي نفس الوقت بتقعد معانا ممكن 4 شهور 5 شهور، ومدة طويلة جدا. طبعا ده في البيت من غير اي مواد حافظة، من غير اي حاجة تشتريها من بره، والنكهة ولا اطعم ولا اروع من كده. وهنشوف الطريقة هنعمله ازاي مع بعض. اول ما يبتدي يغلي بيعمل طبقة بيضة كده. الطبقة دي ما تقلش، ده عادي خالص، ده الناتج من الليمون. ولو عندك اي حلة مش نظيفة، حلة ألمونيوم او حلة ستانلس، وحابة تبيضيها او تنضفيها، خدي المية دي واغليها فيها لمدة 10 دقايق ربع ساعة. هتلاقي الحلة عندك او الطاسة او ايا ما يكون بقى لونه فاتح وجميل جدا ونضيف جدا. بس كده غلى معانا الليمون غلوة واحدة على النار. هطفي عليه بقى وهبتدي اصفيه عندي في مصفى بالشكل ده. دلوقتي هنبدأ نجهز الخلطة اللي هنحطها على الليمون. الخلطة دي فلفل احمر. الفلفل الاحمر ده انا عندي في الفريزر من السنة اللي فاتت، شايلاه جميل جدا زي ما هو كده، وجميل قوي، بستخدمه في كل وصفاتي. هنبتدي ننضفه عندي بسكينة بالمنظر ده، اشيل منه البذور عشان يكون شكل الليمون حلو، عشان خاطر ميبقاش فيه شوائب كتير. بعد ما نضفناه بالشكل ده هجيب الكبة بتاعتي، واجيب كمان 6 ليمونات او 5 ليمونات، واضربهم في الخلاط. ليمون طبعا متغلاش، ليمون عادي خالص، في الكبة اوكي، في الخلاط اوكي، بالطريقة اللي تريح المتاح عندك. في علبة كبيرة فيها مية ساقعة هضيف عليها معلقتين حبة البركة، مفيدة جدا وشكل جميل جدا. وكمان عندي فنجان كبير هنا كده ملح. الفنجان ده انا زودت عليه كمان معلقتين كبار ملح، طلع المقدار مظبوط جدا جدا، وهو ده الملح المظبوط لليمون. وربع كوباية خل. الخل بيدي نكهة جميلة جدا جدا، وبيحفظ الليمون على فكرة، مش بيخليه يستوي ولا يتهري. وبعد الخل هضيف طبعا الخلطة بتاعتنا، الفلفل الاحمر مع الليمون. لو انت مش عايزاه بيحرق قوي ممكن تقللي الفلفل ده، تحطي كمية قليلة. ممكن تضربي فلفل اخضر مش حراق، بس الخطوة دي مهمة جدا عشان تدي نكهة جميلة جدا جدا، احلى كمان من بتاعة بره. مش هقولك زي بتاع بره، لا، احلى من بتاع بره. هنبتدي بقى نجيب الليمون بتاعنا. طبعا هو غلى غلوة واحدة زي ما قلنا، هننزله في الخلطة دي، واحنا كده عملنا الليمون. بس طبعا هنسيبه عندنا فترة من حوالي اسبوع ل10 ايام لحد ما يستوي، عشان تعرفي تاكليه، وفي نفس الوقت يفضل موجود عندك فترة طويلة ما يتهريش، ونكهته ولا اروع ولا اجمل من كده. لو عجبكم الفيديو اشتراك ولايك في قناتي عشان يوصلكم كل جديد. لو احنا حابين بقى نضيف مع الليمون ده اي حاجة تانية، ممكن نضيف معاه جزر، ممكن اضيف معاه قرنبيط. انا بحب اضيف قرنبيط، وانا هعمل مخلل الجزر في فيديو لوحده. القرنبيط بجيب القرنبيط الابيض العادي بتاعنا الجميل ده، اغسله بس واقطعه بالشكل الصغير ده واضيفه على الليمون فقط لا غير. وطبعا هو كله بيسيو مع بعض، ونبص بعد فتره لما الليمون بيسيو كويس
الاقي ان القرنبيط ده بقى لونه بامبي جميل جدا، وطعمه ونكهته ولا اروع من كده. هنحفظه في العلبة البلاستيك ونغطيه بغطا ونسيبه بقى لحد ما يستوي، وبألف هنا وشفا. دي صورة الليمون تاني يوم، شايفين جماله عامل ازاي؟ حلو قوي، وبألف هنا وشفا على قلبكم.